ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اي واحده بقى بشرتها مرهقه جدا. آه الشحوب باين عليه، يعني في بشره شحبه جدا. آه مغمقه، يعني انت عايزه بشرتك تبقى نضره جدا وفاتحه. النهارده هقول لكم ماسك قنبله تفتيح ونضاره الاتنين مع بعض. يعني لو بشرتك شحبه قوي ومحتاجه حاجه، الماسك ده انا معتبراه قنبله تفتيح وقنبله فيتامينات للبشره. فعلا قنبله فيتامينات، بشرتك هتستفيد منه جدا وسهل قوي قوي. اول حاجه هحتاجها معايا موزه، حته من الموز. الموز ده بقى فيه معادن وفيتامينات تحفه، فيه يعني معادن كتير جدا. ده بيدي نضاره اصلا للبشره، بيغذيها جدا. يعني لو واحده بشرتها مرهقه وتعبانه تستخدم الماسك ده، وبشرتها مغمقه بقى من البيت من الطبيخ، ما بتستخدمش صن بلوك، بشرتها غمقت، اهملت فيها والبشره تعبانه جدا مش عارفه تبدا ازاي، ابدأي بالماسك ده. تحفه. هتجيبي حته موز. الموز اصلا لو انت عندك طفل تعبان شويه، الطفل تعبان وفي عنده نقص فيتامينات كتير، تديله موزه كل يوم. موزه كل يوم قبل ما يروح المدرسه، لان هي فيها فيتامينات حلوه قوي. انا ههرس الموزه كويس قوي، لان احنا محتاجين كل حاجة فيها للبشرة. طيب هنحط بقى ايه؟ ممكن تضيفي عليه عسل ابيض لو عندك. ممكن تضيفي عليه زيت عرق سوس. زيت عرق سوس ده بيفتح البشرة جدا، وده اللي انا هحطه النهاردة. مش عندك الزيت، عندك بودر عرق سوس، حطي. ممكن تحطي مية ورد، ممكن تحطي زيت الورد. دي كلها حاجات بتزود النضارة وبتدي تفتيح جامد جدا. ممكن تحطي زبادي، عندك معلقة زبادي حطي. دي كلها حاجات تقدري تحطيها على الماسك وبتدي تفتيح حلو قوي. انا النهارده هحط زيت عرق سوس لان انا عايزه تفتيح عالي قوي مع مع الموزه دي. ماشي. حطيت 4 معالق زيت عرق سوس. 4 معالق ايه، 4 نقط. 4 نقط بس. تمام. الماسك ده بستخدمه مرتين في الاسبوع بس على بشرة نظيفة. دلوقتي هطبقه على ايدي واوريكم النتيجة التحفة ليه. سيبه بقى كده تلت ساعة، سيبيه تلت ساعة على البشرة